اقتضوه حياً ثم قاموا بتعذيبه وطعنه بالمؤخرة. تم التمثيل بجثته وعرضها بثلاجة تبريد اللحوم. والغريب أن حتى وقتنا هذا غير معلوم من هم الذين قضوا على القذافي بعدما هرب عبر أنبوب مصرف. لتتعدد الروايات وتتحرك الشكوك ما بين الميليشيات وقوات الناتو ممتدة إلى قيادات فرنسا وأمريكا. تضيق الدائرة على القذافي في سيرتا الليبية، وعقب تصاعد الاحتجاجات عام 2011 ليتجه قائد الثورة الليبية إلى الغرب الليبي حيث مصراتة ومعه ابنه المعتصم والبقية من داعميه. تتحرك أكثر من 50 سيارة مدججة بالأسلحة يستقلها القذافي ومن بقي معه. بالمقابل تتتبع الميليشيات المسلحة بمصراتة القافلة والتي يقودها العقيد. من ناحية أخرى تتدفق على نفس القافلة قنابل حلف الناتو. يتفحم نصف القافلة. يحاول القذافي الهرب مترجلا وعبر ماسورة الصرف الصحي، لكن يفشل لتصطاده الميليشيات المسلحة والتي لم تفلح معها توسلات العقيد، وهو ما يؤكد وقوع القذافي حيا مع الميليشيات فلم يكن قد فارق الحياة. تستمر الميليشيات في تعذيبه وضربه بوحشية، تنهمر الدماء بغزارة من جسد قائد الثورة، وفي مشاهد مخزية يوضع بالطريق العام ويطعن بمؤخرته، ومن ثم التمثيل بجثته ووضعها بثلاجة تبريد اللحوم. لكن ما يزال عدد يذكر من العسكريين الليبيين يؤكد استهداف القذافي من قبل قوات الناتو وقبيل اصطياده من قبل الميليشيات. فثمة من يؤكد على أن الميليشيات استلمته ميتا جراء صاروخ من الناتو استهدف قافلته. لتخرج قيادات من الحلف مؤكدة عدم استهداف الأفراد من قبل الحلف، وأن كل ما جرى كان قيادة من قبل الحلف لعمليات عسكرية على ليبيا في الفترة من مارس وحتى أكتوبر 2011. وهنا يبرز السؤال الأكثر جوهرية: من أخبر متعقبي القذافي بخط سيره وعقب تحركه من سيرت؟ كيف علمت الميليشيات أو حتى من أطلع الناتو بأن القافلة تحوي العقيد؟ وهو الأمر والذي تمكن من إثارة عدة من الاتهامات طالت الرئيس الفرنسي آنذاك ساركوزي وحتى بشار الأسد، كون أن الزعيم الليبي يملك عدد يذكر من الأسرار بخصوص بعضهم، حيث تورط القذافي وساركوزي في علاقات غامضة تعلقت بأعمال غير مشروعة على خلفية تجارة أسلحة وتهريب أموال، وهو ما سلط الأضواء على الرئيس الفرنسي الأسبق جراء احتمالية ضلوعه في القضاء على القذافي عبر إرسال القناصة للتخلص من العقيد. ولم يكن الرئيس السوري بشار الأسد بمنأى عن الاتهامات، حيث جرى اتهامه بنقل رقم الهاتف الخاص بالقذافي إلى القوات الفرنسية وعقب تمكنه من تحديد مكان القذافي، لكن هذا الاتهام أثبت عدم صحته، كون أن القذافي لم يكن لديه هاتف محمول وخلال عمليات هروبه. وعن جثمان القذافي فدفن بالصحراء الغربية، لكن لا يعلم شيء عنه بالتحديد خوفا من تحول ضريحه لمدار. وكلما ظهرت أي رفات أو أشلاء وسط الرمال بالصحراء الغربية تكثر الشائعات ويتم اعتبارها أشلاء القذافي، ومعظمها غير صحيح. فطبعا هناك من الليبيين من يعلم جيدا نقطة دفن العقيد بالتحديد. معظم المعلومات والتي تمت الاستعانة بها جاءت في تصريحات القيادات الليبية: سالم الحجي مدير العمليات الأمنية بسيرت، رامي العبيدي مسؤول العلاقات بالمجلس الانتقالي، إبراهيم الغويل مستشار القذافي، تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش. لو لديكم أي معلومات موثقة عن الكيفية والتي رحل بها العقيد معمر القذافي بإمكانكم ذكرها بالتعليقات. أما لو لديكم أي قضايا تودون إثارتها بإمكانكم أيضا ذكرها بالتعليقات.